خبر سعيد جدا لكل الزملكاويه. محمد الشناوي نجم النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر جاي له عرض سعودي ب 5 مليون دولار، يعني حوالي 250 مليون جنيه. عرض مغري جدا وصعب بإدارة النادي الاهلي ترفضه، والكابتن محمود الخطيب صعب جدا يرفض عرض زي ده لسببين. اولا لان الشناوي مش هيجي له عرض زي ده تاني لانه بيكبر في السن، والسبب الثاني لانه هيضيع على النادي الاهلي مبلغ كبير جدا ومبلغ ضخم حوالي 250 مليون جنيه. فطبعا حاجه في منتهى الصعوبه انه يرفض العرض ده، وتقريبا الاهلي وافق على العرض ده. ومعالي المستشار تركي الشيخ وزير الرياضه السعوديه ورئيس هيئه الترفيه متصدر في الموضوع ده، واحنا تقريبا الصفقه خلصت. غياب محمد الشناوي عن النادي الاهلي هيخلي فرصه الاهلي تقل في المنافسه على البطولات، لانه جزء كبير جدا من شخصيه الفريق لما يبقى معاك حارس منتخب مصر الاساسي ويعتبر احسن حارس في افريقيا ولاعب كاس عالم ولاعب كاس العالم للانديه، وشفنا دوره في كاس العالم للانديه الاخيره لما صد ضربه الجزاء من كريم بنزيما، ودوره في بطولات كتيره جدا كسبها للنادي الاهلي. طبعا ما بنقللش من دور بقيه زمايله في النادي الاهلي، ولكن الشناوي حارس كبير جدا، واكيد غيابه عن النادي الاهلي هيأثر على فريق النادي الاهلي في الفتره الجايه. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها النهارده مباراة منتخب مصر مع منتخب تنزانيا في أول مباراة ودية لمنتخب مصر في قبل بطولة أفريقيا 2024. البطولة اللي إن شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق مركز كويس فيها ويكسبها ويوصل للمباراة النهائية عشان صلاح يرفع كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه. صلاح نجح إن هو يوصلنا لكأس العالم، ولعبنا في كاس العالم بفضل محمد صلاح او بدور كبير من محمد صلاح. وشفنا تصفيات كاس العالم لما محمد صلاح كانت مصر بتكسب 1-0 على طول بهدف محمد صلاح او باسيست من محمد صلاح. عايزين بقى كمان محمد صلاح السنه دي باذن الله يرفع الكاس مع زمايله ويبقى منتخب مصر بطل افريقيا للمره الثامنه، وان شاء الله رجالتنا يعملوها. اكتبوا لنا في التعليقات رايكم، هل انت موافق على صفقه محمد الشناوي وانتقاله للدوري السعودي وشايف انها تاثر على النادي الاهلي ولا لا؟ بشكركم، والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم صيادين النيل.